شو تفاصيل مشاجرة إمام عاشور في التجمع كابتن كرامي؟ إذا عندك أي ملاحظة أو حقيقة أو أن نفي لهذا الخبر. طبعا كان في خبر منتشر أن تفاصيل مشاجرة لاعب فريق الأهلي المصري الكابتن إمام عاشور بالتجمع العظيم. حقيقة ولا مش حقيقة؟ إمام عاشور كان عنده ماتش امبارح، وإمام عاشور راجع من إصابة كتف وعودة حميدة إن شاء الله يشارك في ماتش إنبي، ولا مشاجرة في التجمع ولا أي حاجة. سيبوا بقى اللعيبة، خلي في عقليات دلوقتي يعني في الجماهير. سيبوا اللعيبة شوية، ما تتدخلوش في تفاصيلهم ولا اي حاجه. الراجل كان مرشح للمنتخب لولا الاصابه. امام عاشور واخد هداف السنه اللي فاتت، واخد احسن لاعب. مشاجره ومش مشاجره، الامور بتتضخم في مصر يا عبد الله. انا بستغرب، ولا في التجمع ولا في 6 اكتوبر ولا في اي حاجه. الدنيا بسيطه جدا. المواضيع مع امام عاشور وزيزو بتختلف زي قبلها مع كهربا. الامور مش كده خالص يا جماعه. ده احنا خدنا في اعراض زوجات اللعيبه يا جماعه. لا، الموضوع لازم يبقى له حدود بقى، ولازم الناس تعاقب اللي بيطلع الحاجات دي. ولا في مشاجره، طيب ولا في عركه، ولا في اي حاجه إن شاء الله. وننتظر عوده امام عاشور في مباراه انبي ان شاء الله، يشارك في جزء منها إن شاء الله يتالق وياخد احسن لاعب وياخد احسن هداف زي ما خد السنه اللي فاتت. نشوف عبد الله الصور لو سمحت. هاي تصريح طبعا الكابتن حسام حسن: أنا عندي الرغبة أبقى رئيس للأهلي في يوم من الأيام، بس حاليا مش قادر أمسك سيف ودرع وأدخل المعركة. البوصة طبعا انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي. أعتقد كابتن كرام عندك أي تعليق بخصوص الكابتن حسام غالي قيمة كبيرة. أنا مش عايز الجماهير تزعل منه خالص. تصريحات عادية ملهاش أي، هو حط خطوط عريضة. عبد الله ما دخلش في تفاصيل. كلنا عارفين اللي فيه جاب بين الكابتن محمود الخطيب وفيما بعده، لان يعني احنا قلنا زمان في كابتن صالح سليم خلفه كابتن حسن حمدي، قلنا كابتن حسن حمدي خلفه كابتن الخطيب، لكن كابتن الخطيب في جاب في الاجيال. فاحنا الجمهور شايف ان حسام غالي هو اللي ممكن يعوضه. شخصيه عبد الله انت ما شفتهوش في الملعب عبد الله، وما شفتهوش قيادته جوه اوضه اللبس. شخصيه قويه جدا، وشخصيه صحيح من الناس اللي هي بتشتغل بقلب. فاحنا عايزين نحافظ على الكادر ده، وان شاء الله نشوفه رئيس نادي، لانه شخصيته بتدل اللي هو رئيس نادي، بس عليه الصبر والعمل الاداري. بقول لكابتن حسام غالي يعني العمل الاداري مش زي مجاهداتك ولقاءاتك وعصبيتك. طيب في اللعب. العمل الاداري فيه صعوبات. العمل الاداري سيء للغايه. وخصوصا العمل العام وفيه مشاكل. فمش محتاج سيف ودرع زي ما بيقول. هو محتاج حكمة ومحتاج خبرات. طيب. وانا شايف ان حسام غالي على الطريق السليم في الموضوع. تفضل محمد. بس تصريحه يدلنا في مشكلة. لا، هو زي ما تقول يا كابتن محمد كل 4 سنين. لا يعني يقول خنجر ودر. انا هقول لك كل 4 سنين يعني تصريح ان في مشكلة. جمهور الاهلاوي غضب عليه البعض منهم. ما انا هقول لك هو كل 4 سنين بيحصل ايه. احنا على وشك الانتخابات خلاص الشهر الجاي، بيطلعوا بقى يتكلموا معانا اللي فات. فده جزء مقتص، لكن في السياق العام هو بيقول لك يعني العمل العام صعب. هو بيقول صعب، فانا مش على النادي الاهلي بصفه خاصه. طيب زي خلينا نشوف صور، خصوصا اللي هو عضو مجلس نواب يا محمد. فهو بيتكلم في المطلق. اسم كبير حسام هو بيتكلم في المطلق يعني. طيب عبد الله شوف الصور. طبعا نبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية فوز المنتخب السعودي الشقيق تحت 20 سنة بطولة الخليج. صقورنا أبطالا لكأس الخليج تحت 20 سنة. شوف كيف المنتخب طبعا تغلب على المنتخب اليمني الشقيق كذلك. نعم. نشوف اللي هي أول شيء نبارك للمملكة العربية السعودية، نبارك للقيادة، نبارك لوزير الرياضة، نبارك لرئيس الاتحاد، نبارك لهذا المنتخب الشاب اللي يمكن عليه طموح. ما يميز المنتخب هذا عبد الله انه وجوه يعني وطنيه كبيره فيها. اكيد. اعتقد يعني هذا عمل كبير جدا على مستوى المراحل السنيه في منتخبات الشباب. الشيء اللي يذكر ان المنتخب اليمني هو كان مفاجاه البطوله هذه صراحه على اللي قدموه، لكن تحسب للكره السعوديه الاستقرار اللي قاعدين
على مستوى الشباب. طيب، نتمنى لهم التوفيق إن ان شاء شاء الله يا الله، رب العالمين. وهذا نتاج عمل كبير جدا، والمهم انه كيف يتم الاستفاده من هذا المنتخب ودمجه مع المنتخب الاول مستقبلا، او خلال يعني مرحله يتم وضع يعني مرحله لهذا المنتخب كيف يتم تطويره بشكل كبير والوصول الى المنتخب الاول. نشوف الصورة عبد الله. طبعا صفقة من العيار الثقيل لفريق الشباب السعودي. برونهيل، نتمنى له ان شاء الله التوفيق. وبالايام الماضيه طبعا مع كذلك صفقه عدلي اضافه، وكذلك في حارس، طبعا حارس مرمى تعاقد مع فريق الشباب السعودي قروهي. نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق لنادي الشباب في 3 صفقات، اكثر ان شاء الله من صفقه تكون لفريق الشباب، حتى نشوف شيخ الانديه يروح بعيد محمد تقي. قاعد يشتغل عبد الله على الموجود صراحه، اللي قاعد على نشوفه امكانياته، على امكانياته المتوفره، في عمل كبير رغم يعني يمكن الميزانيه ما تتوافق مع ميزانيه الفرق الاربعه الكبار اللي موجوده. نادي الشباب نادي كبير ويعتبر من الفرق الكبيره، انا يعني اشوفه دائما لو توفرت له نص الميزانيه راح يعمل شغل كبير، راح ينافس بشكل مباشر. كل التوفيق لهم إن شاء الله وللشركه لمجلس الاداره على العمل اللي يقوموا به اليوم ان شاء الله. اسال الكابتن كرامي كتب بوست طويل عن الفرق في اخر 23 سنه، وزي رؤساء الانديه رافعين شعار الاهلي فوق الجميع، بس حضرتك ما قارنت مجلس اداره نادي الزمالك تحل مقابل الاهلي كم المشاكل خلال 20 سنه في الزمالك، ودعم طبعا الدوله للاهلي. كتبت بوست انا ما كتبت النهارده الصبح، انا بحييه. اسمه ايه؟ الاخ هيثم. انا بحييه جدا على السؤال. نعم. وانا هنا هننفصل. انا ما شفت البوست ولا التغريده. البوست كان كويس النهارده عن الاستقرار ودعم الرعاه، وازاي النادي الاهلي حاطط شعار الاهلي فوق الجميع كابتن محمد. فانا هناخد منه السؤال. نعم. وسؤال عبقري جدا وبحترمه جدا. بص يا عبد الله، الاهلي بيتهم باستقراره زين، والزمالك اللي هو دايما متعطل بمجالس ادارات مش مستقره وحل لجان. هل الاهلي ليه ذنب على نجاحه؟ هل الاهلي ليه ذنب؟ انا هنا بتكلم بعيد عن الانتماء. هل النادي الاهلي ليه ذنب على استقراره وعلى انت لك ان انت تتخيل يا استاذ هيثم اللي في تاريخ الاهلي ال 118 سنه 14 رئيس فقط؟ يبقى المشكله مش وقتيه الحال، مش في الاخر 20 سنه او اخر 25 سنه. دي نقطه. النقطه الثانيه المهمه جدا يا عبد الله، اللي هي في اخر 25 سنه انا ما جبتش ناس يتعارك لي مع نائب رئيس، يضرب لي رئيس، يتهم قضايا. لغايه النهارده ابناء الزمالك هم يا عبد الله اللي بيشتكوا لبعض، ابناء الزمالك هم اللي بيحلوا مجالس الادارات. 90% يا عبد الله من رؤساء من وزراء الشباب والرياضه في اخر 20 سنه زملكاويه. الكابتن حسن صقر زملكاوي، اشرف صبحي اللي بقاله 8 سنين زملكاوي، المهندس خالد عبد العزيز زملكاوي. يبقى لا حجه في حته حل اللجان.